هل تعلم يا بني كيف حصل المغرب على استقلاله؟ لا يا جدي، أخبرني القصة. كانت أياماً صعبة يا بني. في أوائل القرن العشرين كان المغرب تحت الحماية الفرنسية والإسبانية، ولم يكن للمغاربة حرية تقرير مصيرهم. لكن شعبنا كان قوياً وشجاعاً ورفض العيش تحت الاستعمار. هل قاتلوا ضد المستعمرين يا جدي؟ نعم، قاد الشعب مقاومة شديدة للدفاع عن كرامة البلاد. كان هناك أبطال لم يتراجعوا أبداً أمام المخاطر. أتعرف مثلاً عن البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي؟ لا يا جدي، أخبرني عنه. عبد الكريم الخطابي كان قائداً عظيماً في منطقة الريف. قاد معركة أنوال عام 1921 ضد الجيش الإسباني وحقق انتصاراً كبيراً. كان خطط بذكاء وشجاعة وأصبح رمزاً للمقاومة المغربية. واو، وهل هناك أبطال آخرون؟ بالطبع هناك الكثيرون. عندما بدأت المقاومة الوطنية تشتد، خرجت أحزاب وطنية وبدأ الشعب ينظم صفوفه ضد الاحتلال. كانت هناك حركات سرية ونشاطات منظمة مثل جيش التحرير الذي قاتل في الجبال وفي المدن. وماذا عن الملك؟ هل لعب دورا أيضا؟ نعم، الملك محمد الخامس كان جزءاً مهماً من النضال. عندما قام بزيارة إلى مدينة طنجة سنة 1947 أعلن بوضوح عن رغبته في استقلال المغرب ووحدته. وفي 1953 حاول المستعمرون إبعاده ونفوه إلى مدغشقر، لكن هذا لم يزد الشعب إلا إصراراً. نفي الملك؟ هذا مؤلم. نعم، لكن الشعب بقي مخلصاً له واستمرت المقاومة في المدن والجبال. وأخيراً في عام 1955 عاد الملك محمد الخامس من المنفى، وكان ذلك بمثابة إعلان رسمي لنهاية الاستعمار. وهكذا حصل المغرب على استقلاله. نعم يا بني، في 18 من نوفمبر عام 1956 أعلن استقلال المغرب بشكل رسمي، ومنذ ذلك اليوم أصبحت هذه الذكرى عيداً يحتفل به المغاربة بفخر واعتزاز.